ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة. عايزين القناة تكبر بيكم ان شاء الله. بص يا حبايبي، ان شاء الله النهاردة هنعمل الباستا فلورا او طرد المربى. تمام. او المبشورة، في ناس دول العربية برا بيسموها المبشورة. تمام. طيب عشان نعمل الوصفة دي هنحتاج نص كوباية من السمنة. عندك زبدة ماشي، سمنة هتمشي برضو. تمام. انا حطيت لها سمنة. اللي حباه حطيه سمنة او زبدة. تمام. نص كوباية ومعلقة. نص كوباية زائد معلقة. معلقة من معالق الرز، اللي هي معالق الرز الكبيرة. تمام. نص كوباية من السمنة زائد معلقة كبيرة من السمنة. تمام. وهنحط ايه تاني عليها؟ هنحط نص كوباية من السكر. سكر حبيبات عادي. تمام. نص كوباية من السكر. هنضرب السكر والسمنة كده كويس لغاية لما القوام بتاعنا يعني هتلاقيه مايل للكريمي شوية. تمام. طيب هنحط ايه كده؟ اديني انا بعد ما ضربت كده شوية فيه، ضربي شوية حلوين يعني. تمام. هنحط ربع كوباية من الزيت. ربع كوباية من الزيت. تمام. هنرجع نقلب الخليط كده كويس تاني. اهو. نقلب كده كويس لغاية لما السكر بتاعنا يدوب. إيه هنزل ايه بقى؟ ببيضة بدرجة حرارة الغرفة، درجة حرارة المطبخ يا جماعة. ما نبقاش ان احنا مطلعينها من التلاجة ونستخدمها، لا. درجة حرارة المطبخ، تكوني مطلعاها من التلاجة قبليها بساعتين. تمام. وهننزل عليها بباكت من الفانيليا. فانيليا سايلة ماشي. البودرة اللي انا بحطها دي برضو هتمشي. هنزل عليها باكت من الفانيليا. تمام. وهنقلب كل الخليط ده مع بعض. تمام. هو بالشكل كده. هنزل بمعلقة من الخل الابيض. معلقة من الخل الابيض. تمام. انا بقول لكم خل هنا، مش بقول لك الماركة، انا بقول لك الخل. تمام. طيب الخل الابيض العادي بتاعنا. وهنقلب الكلام كله ده مع بعض. تمام. هنا اهو ادي القوام بتاعنا، بصوا بقي كريم ازاي. طيب هننزل بنفس المج اللي احنا عيرنا بيه، او الكوبايه، او بتوفر عندك كوبايه معياريه اللي بتعيرتي بيه من اول حاجه. دول 3 كوبايات من الدقيق، ده 3 وربع، هي بتاخد 3 وربع. تمام. طيب انا ما استخدمتش الربع، يعني هو بيختلف الدقيق عندي عن عند حضرتك. بيختلف النوع بتاعه. تمام. طيب انا نزلت ب3 كوبايات من الدقيق، اخدت معايا 3 بس، يعني هما معاك هيبقوا من 3 ل3 وربع. تمام. طيب وهننزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر او كيك شيف المتوفر عندك برضو. تمام. معلقة كبيرة. وهنقلب في الحالة دي هنتدخل بايدينا بقى. آه، هنقلب نعجن عجينة كده كويس. تمام. هنعجنها. انا هو بقول لك ربع الكوبايه دي ما اخدتوش. تمام. طيب العجينه بتاعتنا دي هي عجينه بتتلم، ولكن في نفس الوقت مفروله. تمام. يعني انا لما هجمعها كده هتتجمع معايا، بتلم معايا. تمام. ولكن هي لما ادوس عليها بصي مفروله. تمام. طيب هي دي العجينه بتاعه الباستا فلورا بتاعتنا او المبشوره. تمام. هاخد ربع. انا لفيتها بالرول بالشكل كده، واخدت منها ربع العجينه. تمام. واخدت ربع العجينه. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ ربع العجينه ده هحطه في كيس تلاجة او كيس اللبن. تمام. وهنحطه في الفريزر ربع ساعه. هنحطه في الفريزر ربع ساعه قبل ما نفرد العجينه بتاعتنا الكلام ده. تمام. طيب هنا معايا صينية مقاس 28. صينية مقاس 28. يعني لو مش مكتوب عندك مقاس الصينية دي، صينية اللي في النص من صواني البسبوسة.
تمام. الصينيه اللي في النص هنجيب ورقه زبده هنثبتها بمعلقه من الزيت من تحت، وانا دهنت ورقه الزبده بمعلقه فرشه من الزيت كده، لا ربما يعني يبقى الجوده بتاعتها مش كويسه. فردنا العجينه بتاعتنا، ودي مربى التين اللي احنا عملناها مع بعض الخطيره دي انا عاملاها. اللي ما شافش الفيديو على القناه يشوفه ان شاء الله هيعجبكم وهتستفادوا منه. تمام. دي مربى التين. عندك هي اصلا بتتعمل كمان بمربى مشمش، بس متوفر عندك. يعني في ناس مش بتحب مربى المشمش، مربى التين، مربى فراوله، المربى مشكله. المربى المتوفره عندك حطيها. تمام. طيب دي انا فردت مربى التين عليها. وجبت قطعة العجينة اللي انا حطيتها في الفريزر، وهجيب المبشرة كده وهبشرها فوق المربى. تمام. انا كنت عامله، اعوذ بالله من كلمه انا، يعني كنت عامله حروف كده. مش هنجيب طبعا المربى على الحروف، يعني هنحاول ما نجيبش على الاطراف. فهجيب بالشكل ده. هجيب معايا شوكه، والجوانب اللي انا كنت عاملاها في الصينيه هدوس عليها بالشوكه كده من فوق بحيث ان انا اقفل بيها. تمام. هندخلها الفرن على الرف اللي في النص. تمام. هنسيب بس هنسيب من تحت بس شغال. لو ما خدتش لون معاكي ولعي الشواية عليها، ولكن خليكي مراقبها. تمام. تبقى الفرن طبعا سخنة مسبقا، هنبقى مشغلين الفرن تبقى سخنة من قبلها. تمام حبايبي. طيب انا جبت صينية كده عندك، طبق تقلبي عليه. انا جبت صينية قلبت عليها. تمام. وهرجع احطها في الصينيه، فهرجع احطها في الصينيه اللي انا كنت شغاله عليها من الاول تاني، عشان يعني شكله كده اقطعها لكم على العدله بتاعتها. جميله جدا وهشه جدا وحلوه جدا وناعمه جدا، حلوه جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده بكتير. طبعا ما تنسوناش في دعوه حلوه، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه بقى. عايزين القناه تكبر بيكم كده حبايب قلبي. بصوا جميلة جدا وحلوة جدا ومستوية حلو خالص من تحت اهو، ناعمة جدا وحلو خالص. حلوة جدا، هتنفعكم في فطار، تنفع الاولاد في المدرسة. حلو جدا اهو يا حبايبي. مع السلامة حبايبي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.